لك يا سيدتي، حضرتك وانت ساعية للطلاق عايز اقولك كلمتين هينفعوك. انا كمحامي مش مطلوب مني تفصيل قانون على مقاسك، مطلوب مني بذل المجهود والعناية بالقضية علشان اكون اديت واجبي ورضيت ضميري. لكن في كلمتين عايز اوجههم لكل الزوجات. لو حضرتك صبرتي على جوزك زي صبرك على محاميكي، كان من الممكن ان الموضوع ما يوصلش اصلا للمحكمة. لو كل زوجة لبست حلو زي لبسها وهي نازلة على المحكمة، واهتمت بنفسها وبأدق التفاصيل، حياتها الزوجية هتبقى مختلفة. كانت حياتها الزوجية هتبقى مختلفة تماما، وجوزها كان هيحترمها وكان هيحبها أكتر. لو عملت جوزك بنفس الطريقة اللي بتعاملي بيها سكرتير الجلسة والقاضي والمحامي لما بيعلي صوته عليكي، وحضرتك غصب عنك بتبقي محافظة على هدوءك لدرجة انك تتنفقي. ايوه، زي ما سمعتيها فعلا، تتنفقي. لانك رغم غيظك وقهرتك منهم بتتكلمي معاهم بمنتهى الذوق، وبتبتسمي ابتسامة صفرا مش من قلبك علشان تخلصي مصلحتك. لو كان ده ردة فعلك لما جوزك يتعصب، كان هيتكسف من نفسه قوي ويحاول يراضيكي بأي طريقة. لو حضرتك صبرتي على مشاكل البيت زي صبرك على بهدلتك في الشوارع ومروح المحكمة وانتظارك لميعاد الجلسة بالساعات وبنفس الحكمة، أكيد المشاكل كانت هتتحل بينكم. المرمطة في بيتك أسهل مليون مرة من المرمطة في المحكمة، ومجاملتك لجوزك أحسن مليون مرة من مجاملتك للساعي وللمحامي ولسكرتير الجلسة وكل الناس دي. المقصود من الكلمتين اللي أنا بقولهم دول إن صبرنا على نفسنا أحسن مليون مرة من صبرنا في المحاكم. بيوتنا أمانة في رقبتنا. طبعا في ستات كتير هتزعل من الكلام اللي أنا بقوله ده. لا يا فندم، مش عايزك تزعلي، هتلاقيني دايما في المحكمة موجود لخدمتك ولتحقيق العدالة. وفي الآخر عايز أقولك حاجة واحدة، وانت نازلة المحكمة يا ريت ما تبقيش شمعة تحترق من أجل الآخرين. بمعنى بلاش تكوني سندريلا في نفسك، يعني بلاش برفان كتير ومكياج كتير والجو ده. بيتك أكيد أو جوزك كان هيبقى أولى بيه، وساعتها الموضوع صدقيني ما كانش هيوصل للطلاق، لأن أي مشاكل بينكم كانت ممكن تتحل بكلمة كويسة. كان ممكن تتحل لو حد فيكم حاول يضحي علشان خاطر الأمانة اللي في رقبتكم، عشان خاطر العيال اللي موجودة بينكم. رفعت الجلسة.